نحكيهم كالعادة على أخبار التوانسة. قبل كل شيء ما تنساوش إنكم تفعلوا الجرس باش تجيكم الأخبار حصرية على الشانل متاعنا. دونك باش نحكيو على الحصيلة متاع نهار أمس متاع جوارات اللي لعبوا البارح التوانسة. بالنسبة لعيسى العيدوني في البوندسليغا مع الكيب متاع يونيون برلين قدم أداء جيد، يعطي الصحة، عمل تمريرة حاسمة، أداء جيد، يلعب ذكي، يوزع، يباس صحيح، يشد الكرة صحيح، يعمل لي فانت اللازمين. دونك في تطور هذا اللاعب وعنده شامبيونز ليج السنة. دونك ننتظروا منه أداء جيد جدا، ومتأكد من الشيء هذايا خاطر أني ديجا البارح تفرجت فيه الماتش وراو الثقة في النفس اللي عند الجوار هذايا. وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وعلاش لا يكون في إكيب ما خير من يونيون برلين. أني متأكد من الشيء هذايا بالأداء هذايا المتميز لعيسى العيدوني. بالنسبة للاعب الياس سخيل، الحق أداء متواضع لهذا اللاعب مباراة البارح. نعرفوه الجوار هذايا ما نخافوش عليه كأداء، عنده ثقة في روحه، والدليل انه لونترينور نتاعو خلاه ماتش كامل المباراة خاطر عارف امكانيات هذا اللاعب انه يقدم الاضافة. وهذا اللي ننتظروه ان شاء الله في المباريات الجاية لهذا اللاعب. هذا بالنسبة للبوندسليغا. بالنسبة للمنتصر الطالبي في الدوري الفرنسي، أداء كالعادة متميز لهذا اللاعب. فرجت في ريزومي المباراة الحق، دفاع قوي، دونك لي بالاريتي ياخذهم بالراس ديما الاول، يفك الكرة بالصحيح، يلعب باس صحيح ليكيب نتاعو عدلت 1-1، لكن هذا اللاعب متميز جدا في اللقاء. ونعاود نقول ننتظروا منه دونك انه يكون مع ايكيب ما اكبر، علاش السنة مازالت الانتقالات جارية، وعلاش لا عام الجاي يكمل مع لوريون أداء ممتاز، ومتأكد إنه شيكون من الإيكيبات الكبار إن شاء الله. ونختموا باللاعب حمزة فيها لأمس لعب أول مباراة له في الدوري الإيطالي مع ليتشي، وقدم أداء شو نقول أني متواضع. علاش خاطر يمشي ويجي، دونك الفورمة تحضر وتغيب نوعا ما، يلعب الصحيح تقول هذا جوار فريمون تبارك الله عليه، بعد يطيح في النيفو متذبذب مستواه صحيح. عملناه اللعب في الدرجة الثالثة الإيطالية، دونك رجع ديريكتومون الدرجة الأولى، شوية ضغط، شوية يستانس مع جوارات، تأقلم مع اللاعبين الجدد نتاعو مع الدوري الإيطالي. وما ننساوش إنه لعب ضد لازيو روم الإيطالي، فريق كبير في إيطاليا، والإكيب نتاعو ربحت البارح في الدقائق الأخيرة 2-1، كانت تخسر 1-0. وننتظروا منه أكثر خدمة وأكثر حرص باش يكون من أحسن جوارات، ويقلع بلاصتو في المنتخب خاصة خاطر الجوار هذا فريمون يبدا سي بون واخد ثقة في روحه، يلعب يفنتي يعملهم الكل، أني عندي ثقة فيه. ونختموا باللاعب الياس العاشوري اللي نهار الثلاثة الجاية عنده مباراة في الدوري الثالث التمهيدي الثالث من الشامبيونز ليج لتأهل لدور المجموعات. إن شاء الله يشرفنا كالعادة ويربحوا المباريات نتاعهم اثنين قادمين للي وريتور، وراو في الشامبيونز ليج إن شاء الله. ويعطيكم الصحة وميرسي على المتابعة.